اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هنعمل بقى الفطير المشلتت على اصوله. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ويا ريت تكملوا الفيديو للاخر لانه مهم جدا. وكمان يعني ما بياخدش منك وقت ولا مجهود. هنصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. شايفين الفطير؟ فطير بقى فلاحي على اصوله، ما شاء الله، حاجه يعني فوق الخيال. طريقه سهله جدا ولا محتاجه مننا وقت ولا مجهود. اهم حاجه بس تكون نوع الدقيق كويس، بيطلع معاك الفطير زي ما انت شايفه كده اهو في الفرن اهو. شايفين عمال بيدي لون جميل ازاي، علشان خاطر احنا دهنين الوش قشطه، بيبقى شكله حلو قوي وطعمه جميل بصراحه. الفلاحي السهله البسيطه، ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. قبل ما نبدا في الفيديو هنسمي الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاه والسلام، ونبدا ندخل في الفيديو على طول. اتمنى منكم طبعا اللي مش مشترك عندي في القناه يا ريت يشترك ويفعل الرنه علشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا ندخل على الفيديو على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. دي عجينه الفطير بتاعنا. ده كيلو دقيق، محتاجش مننا غير شويه ميه وشويه ملح صغيرين خالص. وطبعا تعجنيهم جامد لحد ما يبقى العجينة في ايدك، يعني تحس ان هي بتمط كده. ولازم يكون عجينة او نوع الدقيق يكون نوع نظيف. دي العجينة بتاعتنا. طبعا انا فضلت اعجن فيها شوية كبار لحد ما بقت زي ما انتوا شايفين كده اهي كده بتمط اهي زي اللبان كده، بتبقى حلوة قوي وبتفرد معانا في الفطير بسرعة وبتخليه هش وجميل. زي الجلاش بالظبط. ان شاء الله الطريقة سهلة جدا وبسيطة، مش هتحتاج اي حاجة. وده السمنة بتاعتنا او الزبدة على حسب الموجود عندك. انا هحطها على النار تسيح، وبعد كده هنقطع بقى الفطير بتاعنا. الكيلو الدقيق ده بيعمل 3 فطيرات حلوين خالص، يعني كبار خالص. بالنشابة كده وتفرديه. انا فردته شوية بالنشابة وبعد كده فردته معاكم كده. كده ارتاح خالص الفطير بتاعنا. شايفاه عامل ازاي؟ العجينة فكت شوية. انا بفرد بقى الفطير اهو. بعد كده بعد ما فردت العجينة خالص بقت كبيرة، انا هحط عليها السمنة. بتفرديها كده بالنشابة زي ما وريتك او زي ما تفرديها بايديكي. بس في البداية طبعا بنحتاج النشابة شوية نفرد بيها كده علشان خاطر الفطيرة بتاعتنا تبقى يعني تقدري تشيليها على ايديكي او تفرديها. المكان اللي انا بفردها فيه بتبقى يعني خفيفة جدا كده. بعد ما فردناها في الصينية اهي زي ما انتوا شايفين. طبعا عندك قشطة بقى، عندك اي حاجة ممكن تحطيه على وش الفطيرة. انا طبعا كان عندي لبن فعمل وش كده، يعني وش قشطة كده، فاخدته عملت بيه الفطير. هدهن بقى الوش قشطة كده، بيخلي الوش جميل جدا وخفيف بقى، وايه ما اقولكيش. شايفين الفطير؟ فطير بقى فلاحي على اصوله، ما شاء الله، حاجة يعني فوق الخيال. طريقة سهلة جدا ولا محتاجة مننا وقت ولا مجهود. اهم حاجة بس تكون نوع الدقيق كويس، بيطلع معاك الفطير زي ما انت شايفة كده اهو في الفرن اهو. شايفين عمال بيدي لون جميل ازاي، علشان خاطر احنا دهنين الوش قشطة، بيبقى شكله حلو قوي وطعمه جميل بصراحة. بس كده، اشوفكم في امان الله.